اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة على عيونكم. معاكم آية من يوميات آية وراجعة لكم بفيديو جديد. عملنا النهاردة حبة سمك بلطي كده، مقلي بصراحة بتتبيلة خرافية مع حبة رز من الرز الصيادية البني الجميل ده بتاع اللي بناكلوه في المطاعم بره، وبيبقى هنتجنن عليه. وعملنا حبة سمك مقرمش كده، وعملنا حبة سلطة خضراء معاه جنبه كده، وحبة مخلل. ممكن تضيفي كمان سلطة طحينة بس انا ما كانش عندي. بصراحة شايفين المقرمش واللون بصراحة وحاجة مستوية يعني كده، وبتتبيلة خرافية خرافية خرافية. هنشوفها مع بعضنا. معايا هنا حوالي كيلو او كيلو وربع من السمك البلطي، مغسول طبعا، وكنت نقعاه بملح وليمون. خلي لا، عشان الخل بيهري السمك، دي معلومة. وبعد كده انا بعمل فتحات في كده. شايفين السمك ابيض ونظيف وجميل ازاي، ده بلطي بلدي بصراحة. وكنت غسلاه غسلة حلوة ونقعاه يجي ساعة كده في ملح وليمون بس، فقط لا غير. بطلع اي زفارة منه او اي زيادات او اي ريحة، اي ريحة مش مستحبة في السمك. وبعد كده بضيف عليه معلقة ملح ومعلقة كمون فقط لا غير، وبشقلبه كده في قلب اللي انا واحط عصرة ليمونة عشان خاطر كمان نزود ونتأكد انه مفيش زفارة. وهفضل اشقلب السمك كده في قلب البولة زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل له دلوقتي تتبيلة جبارة، وهركنه كده على جنب بعد ما اغلفه بقى في قلب التتبيلة دي زي ما انتوا شايفين. بصراحة انا من عشاق الاكلات البحرية وعشاق السمك، انا بعشق السمك بكل انواعه. معايا هنا قرن فلفل حامي اخضر، قرن فلفل بارد احمر، وقرن فلفل حامي احمر على حسب الرغبة. وبعد كده معايا معلقة، معايا فص ثوم مفروم، ومعايا معلقتين ملح كبار، ومعايا كزبرة، ومعايا كمون بس، فقط لا غير. مفيش اي حاجة تانية. ممكن تضيفي كزبرة خضراء، مفيش اي مشكلة، بتعزز الطعم، بس انا ما كانش عندي. انا استكفيت بالتتبيلة دي بصراحة. دي بتتعمل في اشهر المطاعم. ومعايا هنا عصرة ليمونة كبيرة، وهضرب التتبيلة دي في قلب الكبة. لو مش متوفر عندك كبة او محضرة طعام، ممكن تعمليها بالهون زي امهاتنا زمان وكده، تحطي كل ده وتدقيه في الهون كده، هيديكي نتيجة بصراحة احلى من الكبة كمان. وهفضي التتبيلة دي، وبصراحة كانت ريحتها رهيبة، كانت قلب الدنيا. بقول لكم ريحتها رهيبة رهيبة. ريحة الليمون بصراحة والكمون في السمك ده شيء اساسي. وجبت السمك كده، وهفضل اغلغل التتبيلة في قلب السمك زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب استخدم ايدي عشان خاطر اتأكد انه كل السمك اتغلف في التتبيلة، عشان هو بيتوقف نجاحه وطعمه على التتبيلة دي بصراحة. وكانت الريحة والله قلب الدنيا. وممكن تسيبيه من بالليل في التلاجة بنفس التتبيلة دي، ومن اول النهار براحتك. ممكن ساعة. انا بصراحة سبته ساعة، هي الكهرباء قطعت وانا بعمل في الرز، بس انا هقول لكم انا عملته ازاي. بصراحة كانت اكلة انا بعشقها. جربوها بالطريقة دي والله وهتدعوني. وهفضل افضل اقلب التتبيلة كده في قلب السمك لحد ما تتغلغل كلها بالتتبيلة. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. اي حاجة اتبقت من الخليط بتاع تتبيلة السمك ده فضيه عليه، وهسيبه بقى مش هيخسر معانا اي حاجة. بصراحة كانت ريحتها جميلة والله. والليمون طبعا شال اي زفارة. انا الليمون عندي شيء اساسي. معايا هنا بصلتين الحمد لله، انا عملتهم في الكبة قبل النور ما يقطع، وفرمتهم في قلب الكبة على حسب كمية الرز اللي انت اديك. بصلتين على كوبايتين رز، على حسب عدد اسرتك بقى، ممكن تزودي ممكن تقللي. وهضربهم في قلب الكبة كده لحد ما يتكسر البصل معايا خالص خالص، يعني زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص كده لو وصلت لحد هنا، ولا تنسوني في لايك وشير واشتراك في القناة وتشجعوني كده. وبعد كده هفضي البصل في قلب الطبق كده. ومعايا هنا كمان حلة على النار، هحط حبة زيت حلوين وهنزل في قلب البصل. انا عايزة البصل ده لون ذهبي غامق، ده سر الرز. وما تخافوش، هو في ناس بتقول البصلة اتحرقت مش عارفة ايه هتدي مرارة، لا لا مفيش الكلام ده. انا عايزة اللون الذهبي الغامق. ونزلت بمعلقة ملح كده، وبعد كده والله الكهرباء قطعت عليا اخر حاجة.
بعد كده انا جبت دقيق عليه كمون وعليه كزبره، معلهوش ملح، لو مش حاطه ملح كفايه ممكن تحطي معلقه ملح على الدقيق. دي فقط لا غير، ما بضيفش اي حاجه، لا نشا ولا، هو كده بيتقرمش مع نفسه بصراحه. وبعد كده هفضل اغلي في السمك في قلب الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، كأنك فاكره البانيه اللي بتعمليه في قلب البقسماط، زي كده بالظبط. هفضل اقلب وهفضل اغلي في السمك ده زي ما انتوا شايفين. والله العظيم هو بصراحة في ناس بتعشقه مقلي مشوي، صواني، انا بحبه بكل انواع بصراحة. الاكلات البحرية دي بحبها في كل انواعها، انا عشق السمك بصراحة. السمك رقم واحد ليا في الاكلات، يعني بقى اللحمة بقى والفراخ بعده الكلام ده، بس السمك انا بفضل، لو وجبة لحمة ولا وجبة سمك بفضل السمك بصراحة. وهفضل اقلب كده ولحد ما اخلص كل الكمية. لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ومعايا القلاية الشقية انا معايا دي، انا هحط فيها حبة زيت، طبعا مبكترش الزيت قوي عشان اي زيت هيتبقى معايا هيترمي، يعني عشان يبقى ايه، بقيت سمك ملوش اي استعمال. وبعد كده الرز في الناحية التانية على العين التانية بيستوي بقى، بيتشرب مع نفسه، والسمك طالع مقرمش واحمر، والله العظيم زي ما انتوا شايفين تحفة. لا بنشا بقى، في ناس بتزود نشا لا 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 لا، احنا في غنى عن الكلام ده، احنا الطريقة التقليدية بتاعت امهاتنا بصراحة اللي كنا بنعشقها وريحتها بتجيب من اخر الدنيا. وكده هخلص كل الكمية بنفس الطريقة واللون الذهبي ده بصراحة مع حبة الرز الصيادية دول. ده اسمه رز صيادية بالبصل، بصراحة طعمه خرافة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو وصلتوا لحد هنا بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة، وما تبخلوش عليا زي انا ما ببخلش عليكم بأي حاجة. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.